بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أقدم لحضراتكم معلومات تثقيفية عن العملة المصرية، نحلق في سماها، نغوص لنستخرج خفاياها، وأحدثكم عن الإصدار الثالث بنكنوت من إصدارات 50 قرش المصرية. طبعا هنتكلم أول عن تصميم الوجه والظهر، ونبدأ نستعرض معاكم ماهية الورقة. طبعا تصميم الوجه زي ما حضراتكم شايفين، الجامع الأزهر من الداخل. تصميم ظهر الورقة هو تمثال رمسيس الثاني وقوس الشمس المجنح وزخارف فرعونية كما أمام حضراتكم على جوانب العملة. أبعاد الورقة مقاسها 150 في 75 ملي. هو الإصدار الثالث من 50 قرش المصرية، وأول إصداراتها كان بتاريخ 2 ديسمبر سنة 67 كما سأوضح لحضراتكم. هي أول عملة تقريبا فيها خيط معدني كما هو موضح أمام حضراتكم، خيط معدني، خيط مدفون، قصدي مدفون، وعلامة مائية الكاتب المصري القديم. توقيعات العملة فئة 50 قرش هي بدأها الدكتور أحمد نظمي عبد الحميد. خ 1 2 3 4 5 6 7 ديا بتوقيع خ 7 بتوقيع أحمد زندو.